الشارع لم تصل إليه الثقة الكاملة بعد، ورجائي أن لما نعرض حاجة نعرض تكملتها علشان الأمور تكتمل والدائرة تكتمل والثقة تبنى. ولاحظ حضرتك أن ده أول موقف، والثقة فيه ستبنى لحساب مواقف كثيرة فيما بعد. إذا ما استكملنا الصورة التي تتحدث عنها نيافة الأنبا فيما يتعلق بتلك التصريحات التي نسبت إلى رجال الدين الإسلامي الذين زاروا اليوم، لم نصل إلى وغير هذا مش بس لم نصل إلى نتيجة. إذا ما قلنا أنها لم نصل إلى نتيجة نهائية بعد فيما يتعلق بالإقناع، هناك قرار مرة أخرى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنتم لديكم ثقة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولديكم ثقة في المشير طنطاوي، ولديكم ثقة في أن هناك طالما اتخذ قرار فإنه سوف ينفذ. ألا ينبغي البناء على هذه المسألة مع العامة من الناس حتى يمكن أن نصل إلى تلك التهدئة؟ نحن نفعل هذا بكل تأكيد، ولكن هناك أمر لابد أن تضع حضرتك مكان الشخص. يعني تبادل المواقع بيخلي الإنسان يقتنع أسهل. يعني الشخص الذي يريد أن ينهي الموقف والشخص الذي لا يريد أن ينهي الموقف ينبغي أن يتبادل الموقع، وكل يشعر بالآخر، فهنتفق. حين يشعر الشخص الذي لا يريد أن ينهي الموقف أن الشخص الذي يريد إنهاء الموقف قد اقتنع بموقفه، هينهيه لوحده. سؤالي هو: ألا تعتقد أن الطرف الذي يريد أن ينهي الموقف قد وصل إليه الإحساس والشعور الذي لا يريد أن ينهي الموقف بتلك الإجراءات، بذلك الموقف، بتلك الأمور، بذلك قد يكون وصل من الاستمرار في الوجود على أرض الواقع. يعني يبقى احنا حققنا اللي احنا عايزينه، بس هو مش شاعر بسبب أزمة الثقة اللي عندي. كيف ننهي أزمة الثقة؟ ننهي أزمة الثقة في البداية في العمل، وهذه مجرد البداية كله هيرجع مكانه. مجرد أن تبدأ شركة، مجرد أن يبدأ عمل من أي نوع، هناك مجال عملي حدث، فلا مجال للشك. أنا لا أطلب هذا، ولكن أنا بتكلم بمنطق المتظاهر أو الغاضب الذي لا يريد أن ينهي الموقف. تسليم ولا أوافق على أنه مش راضي ينهي الموقف. أنا نفسي أنه ينهي الموقف، واتكلمت معاهم في حوارات هادئة ومقنعة، ولكن الشكوك تدخل ولا تخرج بسهولة. الشك سهل أن يدخل وصعب أن يخرج. طب هل ألا تعتقد نيافة الأنبا بأن هذا الموقف قد يكون الوقت الحالي ما يحدث أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون قد يكون أقل الأمور في حالة ما لو اشتعلت الأمور في أماكن أخرى كثيرة؟ ألا تعتقد ولماذا تشتعل؟ حالة من حالات الصدام زي ما حصل امبارح مثلا أو امبارح. هنا احنا عايزين هنا فكرة الإنقاذ من أن فكرة العود كبريت تولع الدنيا كلها. السؤال هو احنا عايزين كيف نصل إلى حالة من حالات مرة أخرى الحفاظ على هذا الوطن والتهدئة وإعطاء الفرصة. يعني احنا زي ما بنقول باللغة الدارجة ربنا خلق الدنيا في 6 أيام. اتفضل. لا شك أن إعطاء الفرصة حق، وإعطاء التظاهر حق السلمي. معنى أن واحد يقطع طريق لا نوافق على خطأ، ولكن مجرد التظاهر السلمي والتواجد لمجرد في رأيه إحياء للموضوع لئلا يموت، وحين يموت قد لا يبعث. طب لماذا لا يتحول هذا التظاهر، وهذه فكرة بفكر فيها مع نيافتك على الهواء، هذا التظاهر بدلا من أن يكون بذلك الشكل الكبير الذي يعطل طريق كما ترى، أن يكون بشكل رمزي؟ نحن زي ما بيحصل في أي دولة في العالم، مجموعة 50 100 متواجدين في هذا المكان تعبيرا عن رأينا. هل بتعتقد ده ممكن يكون ممكن هل يمكن أن تقترحوا أنتم هذا هذه لو حد من القيادات عرضها عليهم أنا أعتقد أنه قد يستجيب. أعتقد أن تظل القضية قائمة، نحن هنا نراقب وننتظر. دي أعتقد ده هنا حافظنا على حق التظاهر، حافظنا على
الإحياء القضية كما يرونها أنها تظل باقية موجودة. نحن نراقب ما يحدث، وفي ذات الوقت نحتفظ بحقنا، وفي ذات الوقت نحتفظ بحق بأن نفتح شرايين الحياة في المنطقة المحيطة بهذه المسألة. هل بتعتقد أنه ممكن يكون أحد الحلول؟ ممكن طبعا، ممكن أن يكون. والإسراع بالتنفيذ ده حل والإسراع بالتنفيذ الأكمل والأجمل. أكيد، يعني دعنا نتفق أن الإسراع بالتنفيذ هو الذي يمكن أن يصل، وأنا أقتنع معك بهذه المسألة، ولكن ينبغي أيضا أن نضع في الاعتبار كل الظروف المحيطة، لأن أي مشكلة في الدنيا ليس هناك طرف واحد فيها، ونكون محظوظين إذا كان طرفين، فما بالك إذا كانت أطراف متعددة، وبالتالي هناك ظرف خاص لكل مشكلة ينبغي أن يوضع في الاعتبار. طبعا. هل تتفق على مع؟ طبعا طبعا بكل شك. هناك من يطالب، بدون شك آسف، هناك من يطالب بأن تتحرك مظاهرات ضخمة غدا الجمعة من ميدان التحرير إلى أطفيح. كيف من أجل مظاهرة وحدة وطنية؟ هل أنت مع فكرة التجمع للتظاهر في التحرير؟ إذا كان مسلمين ومسيحيين في مظهر وحدوي نحن نرحب. تفتكر حضرتك بعد حادثة كنيسة القديسين حصل تظاهر من مجموعات من أبناء الوطن الواحد مسلمين ومسيحيين. صحيح. وكان مظهر للوحدة. صحيح. فدي مسألة تفرح أن تكون في إطار التعبير عن وليس التحرك إلى أو أن هذه الحادثة لم تشرخ الوحدة الوطنية كتعبير عن حالة الوحدة الوطنية بس. لكن ناس يروحوا عشان يبدأوا العمل عنوة، دي فكرة لا نقبلها طبعا. ده تعدي على من له حق أن يأخذ قرار البدء، وإن كان هذا في صالحنا أن يأخذ قرار البدء بسرعة حتى ننهي هذه الحالة، ولكن ليس من حق أحد إلا الشخص اللي في إيده هذا القرار. لكن كل ناس يمشوا علشان يعملوا مسيرة ويبدأوا عنوة بالعمل، طب يبدأوا إزاي؟ كلام غير معقول وغير مقبول، وبتخلق حالة من حالات التحدي وحالة من حالات الإشعال. كلام لا يعقل يا فندم، مش ممكن، ما حدش يفكر في كده يعني. لكن إذا كان تعبير عن الوحدة لماذا لا؟ يعني هو ما ألاحظه دائما خصوصا مع قداسة البابا، وأذكر أن كان لي معاه حوارين في الأزمتين الأخيرتين اللي مروا، سواء ما حدث في الأسكندرية، حادث كنيسة القديسين، وقبل ذلك بعدة أشهر حادث آخر. هناك رغبة حقيقية لدى الكنيسة المصرية في أن تصل إلى فكرة أن نهدئ حتى نستطيع الحل. وقد يكون ما ذكر على لسان الأنبا أرميا بالأمس منسوبا إلى قداسة البابا بيحمل هذه المسألة. تمام. أن ينبغي أن نهدأ حتى نحل المسألة. تمام. نحن مع التهدئة باستمرار، والدين هو مصدر السلام، ولذلك نحن دائما كرجال دين مصدر سلام. وهناك وصية تأمرنا: أي بيت دخلتموه فقولوا سلام لأهل هذا البيت. نحن دائما نحمل رسالة سلام لكل إنسان، ولذلك احنا مع التهدئة ومع السلام. ولكن ساعات بتبقى محاولات التهدئة والسلام تحتاج إلى شيء على أرض الواقع، بس أمر مساعد لينا. هو هناك اتفاق بالتأكيد على فكرة أن ينبغي أن يكون هناك حق التعبير، وحق التعبير عن الموقف، وحق المراقبة يظل قائم وموجود، ولكن أيضا يظل في نفس الوقت الحفاظ على مسألة سيرورة الحياة في ذات الوقت. هناك من يقف على أو يكون في تلك المظاهرات أو في تلك يطلب مطالبات أكثر من حدود المطلوب فيها بالنسبة للأزمة الحالية. كيف تقيم أنت هذه المطالب؟ ما هي دي بقى التأخير في المسألة ساعات يعلي سقف المطالب، وهي دي الآفة اللي احنا عانينا منها في هذه الفترة. ينبغي أن نكون مسرعين في القرار، مسرعين في التنفيذ لملاحقة الأحداث، لأني لا ألوم رد الفعل بل ألوم الفعل. أنا جاز ما حضرتك ذكرت قد أتفق معك تماما في ده، أن فكرة يعني بدأنا من فكرة عودة العائلات وإعادة بناء الكنيسة، انتقلت إلى إقالة محافظ، ثم انتقلت إلى إقالة 2 محافظين، ثم انتقلت إلى الحديث عن تداعيات. يعني تداعيات. طب هنا ده ألا تعتقد أن يافت الأنبا أن هذا الحادث
الذي وقع والذي ما زلنا في وسطه حتى الآن. هل يمكن أن يكون منطلق لكي نبدأ بشكل دعني أسميها حوار وطني مفتوح، حوار حول للقضايا المصرية بشكل عام وقضايا الأقباط على وجه التحديد، المصريين الأقباط على وجه التحديد في هذه المسألة؟ هل بتعتقد أن هذا يمكن أن يكون منطلق لبدء حوار بهذا الشكل؟ أتمنى طبعا، أتمنى. مسألة بناء الكنائس مسألة تمثل نقطة ملتهبة تلهب كل من يمس هذا الموضوع. لأن الأقباط حرموا سنينا طويلة من حق بناء مكان يصلون فيه. هناك مئات العائلات في بلاد لا تجد مكانا للصلاة. وقد يكون الأكثر دقة إذا سمحت لي، أنه في حالة وجود قانون ينظم هذه المسألة يستطيع أن يكون مرجع أمام الجميع، وبالتالي لا يستطيع طرف أن يقول أن الأقباط حرموا، ولا يستطيع طرف آخر أن يقول دعنا نعد عدد الكنائس التي بنوها، وبالتالي يظل النقطة المرجعية ونقطة الحساب الأساسية أن يكون هناك قانون منظم لهذه المسألة. بالضبط، يا ريت. هل أنت مع فكرة القانون بناء دور، القانون موحد لبناء دور العبادة الذي كان مشروعا من قبل، وهو ظل في دائرة الحوارات الطويلة والتأجيل الطويل؟ هل أنت مع فكرة طرحه في هذه المرحلة بالشكل الذي كان موجود عليه؟ إذا كان طرح وتركن فترة طويلة إذن هو غير مقبول من الكافة. دعنا نتكلم عن قانون لبناء الكنائس، ولا نفرض أنفسنا على أحد ولا أحد يفرض نفسه علينا. الدولة تنظم بناء الكنائس بطريقة منطقية يشترك فيها أصحاب الشأن في وضع أطر القانون. هنبقى مرضيين وما يبقاش في أي مشكلة. بالإضافة إلى القانون الذي يعاقب كل من يخطئ. من يخطئ في حق أحد ينبغي أن يعاقب، لكن تمر الأمور دون عقاب بتساعد آخرين على الخطأ وما تريحش المخطئ في حقه. فالأمرين يمشوا زي السكك الحديدية كده مع بعض. قانون منظم وقانون يعاقب من يخطئ في حق من يسير على القانون. ما هو ممكن أجي أطبق القانون في بناء كنيسة يطلع لي ناس يقولوا لا مش هننفذ القانون. هنا إذا وضعت القوانين الصحيحة والقوانين الضابطة والقوانين الكلية لكل الأمور، وتكون الدولة هي دولة القانون بالفعل ودولة سيادة القانون بالفعل، أظن أن عند هذه المرحلة يمكن التأكيد على ألا يكون هناك شكل من أشكال التقاطعات بين قوانين مختلفة. بالضبط كده. الضامن ده المهم. الضامن هو القانون. أيوة، قانون ضامن، مش مجرد قانون على ورق، لكن على أرض الواقع ممكن ما يكونش موجود. الضامن هو القانون، وأن تكون هناك سيادة للقانون. أيوة. بلا تجاوزات. بالضبط كده. الوصول إلى هذه المرحلة لن يتأتى إلا من خلال الوصول إلى شكل من أشكال البدء لحوار حقيقي. دائما الخروج عن الأطر بيجي نتيجة لعدم الحوار، إن صوتي مش مسموع ولم تهيأ لي الطرق السليمة الشرعية إن أنا أمشي فيها. وإذا لم توجد الطرق المشروعة هيبقى في طرق غير مشروعة طبعا. لكن إذا وجد قانون وقانون ضامن يمنع أي تقاطعات، خلاص على عينينا وراسنا وهننفذ. إذن دعنا نقول بأن المطلوب في هذه المرحلة، وحدد وصحح لي إذا كنت فهمت ولا أقول، حتى لا أقول يعني، أن المطلوب في هذه المرحلة